السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده بقى جايالكوا بمأساة. الواحد بيشتري الموز ان هو بقى هيستوي او مستوي، شايفين شكله ومع ذلك زي الحجر، وطعمه كمان مش مسكر، وزهقنا من الموز بالحليب. قلت بقى انا لازم استغل الموز ده واعمل بيه حاجة تاني، لان الولاد زهقوا خالص من الموز بالحليب. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الموز، بس قبل ما ابتدي يلا نسمي الله الاول ويلا بينا. قررت اني اقطعه حتت زي ما انتوا شايفين كده واسلقه، بس ما تحاوليش تقطعيه اصغر من كده لان طبعا ده موز يعني مش هياخد وقت. اول ما يغلي بالمنظر ده خلاص اطفي عليه. انا عايزه اوريكي كمان حاجه، ان هو ما بيسودش قوي، يعني هو السلق بيحافظ على لونه زي ما انتوا شايفين، وبتحسي ان الموز تمدد شويه جوه القشره. بس كده وهو سخن كده انقليه على الطبق وهرسيه كويس جدا. انا عايزه ما يكونش فيه اي كتل، عايزاه يبقى زي المعجون، كأنه ايه بيوريه كده، تمام بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كان عندي بقى قوالب من قوالب الديسباسيتو دي، عندك بقى قوالب كب كيك، عندك اي حاجه بقى لطرق التقديم اللي بتجذب الاطفال ممكن تستخدميها. جبت كوبايه من الحليب، وجبت البسكوت الساده اللي هو بتاع الشاي، وجبت القالب بتاعي. كده القاعده بتاعتي بقت جاهزه. هبل البسكوت بالحليب كده واعمل اول طبقه معايا. احلى حاجه في الوصفه دي ان هي تقريبا ما فيهاش سكر، يعني احنا هنعتمد على حلاوه البسكوت، حلاوه الموز كده، يعني مش هضيف فيها اي سكر صناعي انا حطاه. عندك نوتيلا حطي، ما عندكيش خلاص. انتوا عارفين الموز مع النوتيلا بيبقى طعمه حلو. النوتيلا عايزه اقول له كانت قفشه من البرد دخلتها في الميكرويف سيحتها شويه عشان تبقى بالمنظر ده. وهكذا بقى تكرري الطبقات لغايه ما توصلي لاخر طبقه، وتحطي جوز هند مبشور وشويه فارماسيل او فيرميسيل زي ما عايزين، يعني اللي تحبوه. ودي طريقه تاني للتقديم. جبت القوالب الكب كيك الصغيره دي، بتبقى مش عارفه الأربعة بجنيه ولا حاجة مش فاكرة، وزي ما انتوا شايفين بتبقى حلوة قوي برضو في التقديم. بقى شوية مش هيملوا معايا قالب ديسباسيتو ارميهم، لا قلت ايه اعمل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده نفس الموضوع برضو. وممكن على فكرة بدل صوص النوتيلا تحطي صوص كراميل، يا سلام تبقى هايلة. انا عملت شوية بالنوتيلا وشوية بجوز الهند علشان الناس اللي مش بتحب الشوكولاتة قوي تاكل من اللي بجوز الهند. دي بقى تزيينها مختلف، هخلي الوش كله عبارة عن نوتيلا، وارش رشة فيرميسيل مش جوز هند. تعالوا بقى ندخل جوه الطبقات واوريكم شكلها ازاي. على فكرة انا اشتغلت بالموز وهو سخن، يعني الموز كان سخن معايا علشان يخلي البسكوت يطرى وما ياخدش وقت. تعالوا بقى نشوف. ادي اللي بجوز الهند، وادي اللي بالنوتيلا، وادي المعلقة. ندخل بقى نحفر جوه الكب كيك بتاعنا. على فكرة تقدروا تستخدموا بدل البسكوت كيك، اي كيك قديم عندك. يلا لايك وشير ومع السلامة.